لازم ابقى فاهمه انه الولد في متغيرات في عصره، بالظبط. لازم اواكب طب العصر اللي ماشي تعالي فيه. بقى ندي تول كده من الكوتشنج للأمهات، وهم ازاي يقدروا يرسموا الحدود ما بين اللي بتفرق ما بين الاتنين، علشان هي تعرف ترسم حدود لنفسها في التربية، وهو يبقى فاهم مساحته اللي هو بيتكلم فيه. فاحنا لو قلنا مثلا لكل أم تمسك ورقة وقلم كده وتبدأ تكتب: أنا بتحكم، شايفة ابني أنا بقول له إيه لأ، على إيه لأ، وبعدين على ايه تمام. وادي الورقه دي لابني واقول له: شوف الحاجات دي ايه فيها انت موافق عليها وايه فيها انت رافضها، ونقعد ونتناقش ونوصل لحل وسط. خدي بالك، ما بتبقاش سهله، لانه في حاجات الام هتبقى بتيجي على نفسها فيها، والاحساس ده بيبقى معلومات صعب جدا جدا، بس لازم نفكر النية بتاعتنا احنا حطيناها ازاي. ما فيش شك طبعا من اللي انت بتقوليه، لان المشاعر بتتغلب. انا كأم غير في الواقع، اه خلينا منطقيين. بس اهم حاجه انا بنصح بيها كل ام، الطول بتاعتنا هي حاجه واحده: لازم وانت بتتعاملي مع ابنك خط الاحترام لا تفقديه. انا بالظبط. ام وانت بالظبط. ابن، احنا اصحاب، بس قبل ما نكون اصحاب انا ام. صحيح. فدي لازم دي توصل حلوة قوي لكل ام. اللقطة دي، ومن بس خبرتي كأم مع واحد شاب دلوقتي وكبر واتخرج وعمل، بس حقيقي بيبقى فيه وقت انت محتاجة تسيبي تخلي ايديكي عنه ويبدأ هو ينطلق، وخصوصا انه الفترة دي انت بتسيبيه لباباه. بالظبط كده. بس كده.